النهاردة هنعمل مع بعض وصفة كده من الكتاب، وصفة سفاح الجيزة في أول حلقة ليه. أنا والله كنت عاملاها من قبل سفاح الجيزة، بس أنا اللي نسيت أنزلها لكم يعني. هنا كده أنا كان معايا عرق من الفليتو. بصوا هنعمله النهاردة بطريقتين أحلى من بعض إن شاء الله، واحدة فيهم أو الاتنين يعجبوكم وتعملوهم بيها. بس قبل أي حاجة وقبل ما نبدأ في الوصفة ونقول هنعمل ايه فيها، انا اسراء، ما تنسوش تعملولي كده اشتراك في القناة من الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو ده. ويلا بينا كده نشوف عملنا ايه. انا كان معايا عرق فليتو، كنت انا اللي لفيته بصراحة بالاسترتش ده علشان يمسك نفسه كده معايا وانا بقطعه. وتقطعوه التقطيعة اللي انتوا عايزينها. قطعته كده شرايح صغير، يعني شرايح كده مدورة، ولا تخينة قوي ولا رفيعة قوي، خليها وسط. اصلا عرق الفليتو ده من قطع اللحمة اللي هي اساسا بتستوي بسرعة جدا، يعني اللي هي عارفين حاجات اللي هي ويل دان ومش عارفة ايه هي لو اتحطت على النار هتتاكل، يعني ما فيهاش اي تعب خالص ولا مجهود. عرق الفليتو الحلو او اللحمه الحلوه ما بيتحطلهاش توابل كتير. انا حطيت ملح وفلفل اسود، قلبتهم كده من الجهتين، يعني قلبت الجهتين وحطيت لهم ملح وفلفل اسود. كمان لما بتجيبوا عرق الفليتو ده، لو الجزار يعني لو جزار كويس هتلاقيه ان هو عامل ايه، اللي هو مشفيها مثلا او مش عارفه اسمها ايه، ان هو بيكون شايل كل الدهون اللي فيها. لكن لو مش شايلها ياريت انتي تشيليها يعني. بس كده اللحمة كانت معايا، قطعتها حطيت لها ملح وفلفل اسود. وهنا كده جبت جريل على النار، حطيت فيه معلقة زبدة، ما حطيتش زبدة، حطيت سمنة بلدي. معلقة كده سمنة بلدي وزيت. وهنزل بقى بقطع اللحمة كده فيها. بس اهم حاجة نتأكد منها ان لازم الزيت يكون سخن جدا، او السمنة اللي انتي حطاها يعني تكون سخنة جدا. الاكلة دي انا عاملاها من بدري جدا، بس كل شوية كده مكسلة ان انا اعمل عليها صوت يعني. فقلت لا يلا خلاص بقى النهاردة لازم انزلها لكم. سيبوها براحتها خالص على النار، وهي ما بتاخدش اي وقت يعني فعلا. معرفش يعني، انا بصراحة اول مرة اعملها، ما عملتهاش كتير يعني، انا اول مرة اعملها، لكن انا انبهرت بيها. يعني انت لو مستعجلة هاتي القطعة دي من اللحمة واعمليها، بتستوي في ثواني. اديتها كده تشويحة من الجناب، كل جنب يعني كده، دي هديله الصدمة يعني الحلوة دي. وهي بتتاكل كده يعني. انا في الوقت ده وانا ماسكاها كده لقيتها طريه، كنت بقولكم ان انتوا ممكن تاكلوها على الوضع ده. وفعلا احنا في الوصفه التانية اللي احنا هنعملها مش هنسويها كتير، هنخلينا في نفس التسويه اللي هي عليها. والوصفه دي اللي عجبتني انا وحازم اكتر. كنت كده خلاص بشوح كده كل الكميه اللي معايا. شايفين لونها وشكلها، بجد طعمها حلو جدا. وعلشان هي اصلا قطعة اللحمة حلوة، فهي مش محتاجة مجهود بصراحة طبيخ قوي علشان تبان حلاوتها. هنا كده انا كان معايا كوباية من الرز البسمتي، غسلتها كويس جدا وسبتها تتنقع شوية، وهعمل بقى الرز البسمتي. وهنا كده كانت اللحمة معايا خلاص خلصت، شايفين شكلها واللون بجد جميلة. كل الصوص اللي فيها ده احنا مش هنرميه، او الحاجات اللي نزلت منها السوائل مش هنرميها، احنا هنستخدمها دلوقتي حالا في باقي الوصفة.
انا كده كان معايا لاول وصفة هعملها، كان معايا بصل وبطاطس وفلفل براحتك اللي انت عايزاه، عندك الوان حطي، عندك اخضر بس مش عايزة تحطي حاجة. شفتوا بقى السرعة؟ قطعت كده كل الحاجات اللي معايا، وهبدأ بقى اخدها انزل بيها في الصوص اللي نزل من اللحمة. احنا مش هنرمي منها اي حاجة النهاردة، هي بجد طعمها جميل، كل الحاجات اللي بتنزل منها حلوة جدا ومفيدة، فخلاص انا بس زودت عليها معلقة سمنة، وهنزل بقى بكل الحاجات اللي معايا. اول حاجة كده البصل هديله تشويحة كويسة. لازم تجربوا الوصفة دي بجد، انا من كتر حلاوتها انا عايزة اجيب تاني واعمل تاني، فبجد حلوة جدا، مش سفاح الجيزة بس اللي بيعملها يعني. حطيت كده البصل وحطيت الفلفل بتاعي، قلبهم كويس جدا. هننزل عليهم بالبطاطس، مفيش اسهل من كده. هخلي بس البطاطس كده تاخد شوية من النار اللي فوق، تدي كده لون حلو. هنحط بقى كل الكلام ده في طاجن، شايفين بقى البطاطس بقى لونها ازاي. هنزل بقى بكل الكلام ده في طاجن، وهحط جواه كده ولا حواليه اللحمة. بس كده انزل كل حاجة، مش هنسيب حاجة. ورصوا بقى قطع اللحمة بتاعتكم، شايفين انا كنت بوريكم قد ايه هي طرية، ممكن تاكلوها كده، دي حقيقة يعني، مش كده هتبقى نية ولا حاجة، لا يعني هي لما دخلت الفرن اصلا ما كملتش اي حاجة، لان البطاطس واخدة التشويحة بتاعتها، اللحمة واخدة التشويح، بصوا كل حاجة كنت حاساها ان هي خلاص تمام، فبجد ما خدتش اي وقت. بس الطاجن بتاعنا كده خلص، انا نزلت بس عليه كده بشوية من المية علشان هنزل كل الحاجات، وهيدخل الفرن على كده. ودي كانت اول وصفة، وياريت تجربوها وتقولولي رأيكم. لو وصلتي لغاية هنا من الفيديو ما تنسيش بجد تعملي لايك للفيديو ده. انا هنا انا بفتكر معاكم انا عملت ايه. انا هنا كده الصويا صوص حطيت بس حاجة بسيطة كده من فوق الوش، قلت يعني تديها لون حلو. وهنا كده انا كنت هعمل الرز البسمتي انا كنت غسلاه كويس وكنت نقعاه. هنا كده في زيت حطيت بقى البصلايه بتاعتي اللي مبشوره، هديها بس تشويحه بسيطه خالص، وهنزل بقى عليها بالتوابل بتاعتي علشان تتشرب من التوابل. التوابل بتاعتي كان ملح، فلفل اسود، كاري، كركم، بهارات يعني للبسمتي نفسه، وحطيت لون زعفران ولومي وقرفة، وتقريبا كمان كنت حاطه مرق الدجاج. نزلت كده بكل الحاجات علشان يتشوحوا كده مع البصلة، وتبقى البصلة مديه لون. عايزه اقولكم الريحه بتاعت التوابل دي اول ما بتتحط في اي حاجه انا بحب الريحه بتاعتها. نزلت كده بالميه، سيبها كده تسخن ونحط الرز بتاعنا. مقدار المية احنا مش عايزينه كتير قوي، لان احنا كده كده نقعين الرز، فاحنا مش هنحط مقدار المية كتير. لكن لو انتي مش نقعاه بتزودي مقدار المية شوية عن الرز الطبيعي، الرز المصري العادي. لكن انا هنا كده كنت في الهادي يعني، ما كنتش مزودة قوي.
ده انتوا شايفين اهو الرز، انا مش مزوده عليه الميه، هيطلع حلو جدا ومفلفل، هتشوفوه في اخر الفيديو. الناحية التانية بقى، انا الطاسة دي كنت عاملة فيها حاجات، يعني ان انا مسكت اللحمة تاني، بس المقطع ده ما تصورش، ان انا خدت قطع اللحمة تاني حطيتها وحطيت عليها شوية مية صغيرين. انا خفت يعني انا شايفاها ان هي مستوية، وانا دقتها ولقيتها مستوية، بس انا خفت بقى حازم او حد يقول لي حاجة عليها، فانا حطيت عليها شوية مية صغيرين وسبتها في الطاسة دي كده حبة كده، يعني ما كملتش اي حاجة. بس هنا كده هنعمل بقى الصوص اللي احنا هنقدمه جنبها. حطيت زيت وحطيت بصلاية وحطيت كمان توم، هقلب فيهم كويس كده لغاية ما ريحة التوم تطلع. بصوا الصوص ده بجد حكاية والله، انا اول مرة اعمله واول مرة ادوقه، بس بجد حلو جدا. حطيت كده معلقة حلوة كويسة يعني كبيرة من الدقيق، ولقيتها ان هي محتاجة يعني زيت او سمنة تاني، فحطيت عليها معلقة من السمنة ومعلقة من الزيت، قلبتهم كويس جدا مع بعض لغاية بس ما طعم الدقيق كده يروح. مش هنسيبها كتير، يعني حبة كده صغيرين طعم الدقيق يروح، وهننزل عليها بكوباية كده من المية بس. وهتظبطوا بقى ايديكوا كده يعني في المية لغاية لما توصلوا للقوام المناسب اللي انتوا عايزينه. احنا عايزين قوامها خفيف، وهنتبلها بملح وفلفل اسود. وكده نبقى وصلنا خلاص لنهاية الاكلة. انا اهو الطاجن طلع من الفرن، واللحمة التانية بالصوص الجميل. الصوص ده اسمه الديمي جلاس، بس بجد روعة روعة روعة، مش قادرة اقولكوا هو حلو قد ايه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب تكون طريقتي ليها عجبتكم. وما تنسونيش بقى في الاشتراك في القناة من الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو، ولايكات كتير للفيديو ده، واكتبولي بقى في الكومنتات الاكلة حلوة ولا لا. شايفين قد ايه انا كنت رايحة اجيب السكينة، بس بعد كده لقيتها ان هي فعلا خلاص مقطوعة، يعني اتقطعت حتة اللحمة، مش محتاجة اي حاجة. الرز مظبوط والاكل كله تمام. انا بصراحة اللحمة دي اللي عجبتني اكتر، اللي هي بالصوص، حلوة جدا جدا جدا. بس كده وخلاص، كده الاكل اتنسف. يلا باي باي.